الخير عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحة لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ميني بسيطلات بالدجاج والمشماش والزبيب. الصراحة كيجيو رائعين صراحة، وكيجيو اللوغو ديالهم ما بين الحلو والمالح كيجي في قمة الروعة، كذلك حتى الشكيل والمنيضر حتى هو كيجي رائع. المهم غنخليكم مع الصور ونتلاقاو في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي توابل ديال الدجاج، كذلك الملح، عندي ضامة ديال الزعفران وضامة ديال الدجاج، عندي سكنجبير الخرقوم البلدي والبزار، وعندي الخلطة الخاصة بالدجاج فيها مذاق ديال التوابل والثوم. إلا ما متوفرش عندك يمكن لك تعوضي غير بالثوم المجفف. كناخد سبيرة كندير الملح، المهم الملح على حسب الذوق ديالكم. غادي ندير ملعقة صغيرة ديال توابل ديال الدجاج، ملعقة صغيرة ديال السكنجبير، ملعقة صغيرة ديال البزار أبيض، بزاف أنا كنستعمل البزار الأبيض، كذلك ملعقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، وغادي ندير ملعقة كبيرة من هاد التوابل. الصراحة هاد الخلطة راه كتباع في الأسواق التجارية الكبرى متوفرة، صراحة كتعطي لوغو زويون للدجاج. درت فيها تقريبا واحد المعلقة كبيرة. كذلك غادي ندير نصف ضامة ديال نكهة ديال الدجاج، وغادي ندير الضامة ديال الزعفران كاملة، وإلا عندكم الزعفران الحر استعملوا فيه واحد شوية يعني تاع الزعفران الحر، أنا صراحة ما كانش متوفر عندي. كذلك كندير راس معلقة صغيرة ديال السمن البلدي. هاد المكونات كاملين غادي نخلطهم بواحد نص كويس ديال الماء حتى تخلطوا ليا مزيان، نسجموا التوابل مع بعضياتهم. الصراحة كيجيو زويون صراحة، هاد الخلطة عطات لوغو الدجاج، صراحة عطات واحد المذاق رائع ومختلف صراحة. من بعد ما غادي نخلطها غادي نستعمل الدجاج. بالنسبة للدجاج أنا استعملت غير الصدر فقط، درت نص كيلو ديال الصدر ديال لادند هو اللي درت. إلا ما متوفرش عندك يمكن لك تستعملي دجاجة كاملة هكا صغيورة ديال كيلو ونص هكا ولا كيلو 400 على حسب لا كونتيتي اللي غادي تستعملي نتيا في البسيطلات، وبيان على حسب عدد الأفراد. كندير هاد الدجاج كامل يتشرب ليا وكنغطيه وكنخليه واحد ساعات المكانه يتشرب دوك التوابل مزيان. كناخد الطنجرة كندير فيها بصلة كبيرة كنشلضها، وغندير فيها هاد الدجاج وغادي نديرها على نار حتى تشحر ليا مزيان، هي الأولى. عاد غادي نحيد هذا عفوا، عاد غادي ندير الماء باش يطيب ليا الدجاج. كندير تقريبا واحد 2 كيسان هكا كبار ديال الماء حتى يطيب ليا داك الدجاج مزيان، وكنحيد داك الدجاج من الطنجرة وكنديرو في شي إناء. البصلة اللي وريت لكم الثانية اللي محطوطة هكا في جبانية هي اللي كنضيفها، البصلة الأولانية اللي استعملت مع الدجاج. عاد كندير الخليط ديال زيت الزيتون وزيت المائدة وكنخلي ديك البصلة حتى كطيح ليا وكتقرب تولي تدغمر ليا. في هاد المرحلة كناخد مربعة ديال الشعرية الصينية كنديرها في الماء حتى كتطلق ليا مزيان، وكنستقطرها وكنقرضها هكا رقيقة وكنضيفها لداك الخليط ديال البصلة باش تشرب ليا دوك التوابل. الصراحة واحد المذاق شنقول لكم رائع. مهم كناخد سبيرة كنفرتت الدجاج، خديت مقلاة كما شاهدتوا، استعملت فيها معلقة كبيرة ديال السكر الأسمر، راس معلقة صغيورة ديال القرفة، والزبيب والمشماش ديجا سلقتهم في الماء حتى تسلقوا ليا واستقطرتهم، وقطعت المشماش هكا مكعبات صغار، والزبيب أصلا كتخليوه صاين. وكنضيفو الخليط ديال الدجاج وضفت ليه الخلطة اللي ديال البصلة والشعرية الصينية، وكنميلونجي هاد المكونات كاملين
مع بعضياتهم كما كتلاحظوا. غنحط لكم مقادير مضبوطة في صندوق الوصف. المهم كناخذ الورقة ديال البسطيلة، أنا استعملت الورقة ديال البخار، صراحة كيلو ديال الورقة هي اللي استعملت، داك نص كيلو ديال الدجاج خدا ليا لا كونتيتي ديال كيلو ديال الورقة. كندير الحشوة في الوسط كنقادها وكنحاول أنني نرولي على شكل توردة غير بالمهل، وبيان سور كنحط حدايا الخليط ديال البيض كيكون مطرب كنحطو حدايا باش كنبقى نلصق دوك الحواف اللي غادي ندير من التحت كما كتشاهدوا. المهم انا غادي نخليكم تشاهدوا الطريقه في الفيديو. من بعد ما كنكمل لا كونتيتي كامله كندهنهم هكا بالبيض من الفوق وكندخلهم الفران يطيبوا فوق لتحت على 180 درجه حتى كيتحمروا ليا، حتى كياخذوا داك اللون ديالهم الذهبي. بعد ما كيطيبوا كنكون ديجا عندي العسل، استعملي اي نوع ديال العسل كتفضلي، دهنتو به هكا في الجوانب وبيان ناباج طربيه هكا مزيان وكدهنيه هكا في الجوانب، ودرت عليه اللوز كونكاسي يعني اللوز مهرمش كنكون ديجا حمرته في الفران وحطيته على جنب. كنزين به الجوانب ديال البسطيله، كذلك زينتها من الفوق بالسكر كلاصي، وكذلك لي فلوغ هكا متنوعين وصراحه كيجيو رائعين صراحه. كنتمنى ان هاد الميني بسيطلات ينالوا الاعجاب ديالكم، وانكم تشاركوا الفيديو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم باش تدعم الفائده. ما تنساوش انكم ضغطوا على الجرس وديروا لي جيم باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وصراحه كونوا متيقنين الا جربتوهم غتكونوا مدمنين عليهم. غادي نقول لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه.